قول الصراحه، انت اللي قتلت بابا؟ انت عرفت حاجه زي دي ازاي؟ يوسف est un jeune homme, il est romantique. قالت لي تعالى هات التليفون اطلع بره. صفر. بقيت بعت لي تهديدات على الدي امز. ماسك 3 اقلام ازرق واحمر واخضر ورحت عامله على قورتها. فقال لي هجيب لك ميه مع انك مستفزني قوي يعني. اللي تمام ما بيتطلبش، دي معروفه. يوسف وهبي، ممكن نتعرف سيزون 2 اول مره؟ هاي يوسف، انا هاي. نادين، ممكن نتعرف؟ ممكن طبعا. اول حاجه بقى كده عايزاك تقول لي اسمك السباعي. السباعي يوسف، اشرف، احمد، محمد، كامل، وهبي. هم 6 ده اخر حاجه؟ ده اخر حاجه. انت اصلا عندك كام سنه؟ 22. والحاله الاجتماعيه؟ تمام. كويس الحمد لله. يعني سنجل مرتبط؟ سنجل. وهتفضل لحد امتى سنجل؟ ما مستني اهو، يعني لو في حد تمام. ايه اللي هيخليك تقرر انه دلوقتي خلاص في حد يلا تمام؟ يعني مفيش وقت معين، يعني حاسس ان لا، اول ما الوقت المناسب هيجي هيبقى ده الوقت، مش عارف. طب اوصف لي بقى مواصفات فتاة احلامك، يعني شكلها عامل ازاي، شخصيتها عامله ازاي؟ شكلها مفيش شكل معين، بس لو هنركز على الشخصيه ممكن لذيذه، مش هاديه، ادفنتشرس، يعني عايزه تعمل حاجات، مش عايز واحده اللي هو ميته كده. ايوه زيك، يعني انت برضو بتحب يعني عايز حد كده يكون صاحي معايا، مش هحس ان انا بكلم حيطه. بس الشكل بقى ايه يعني؟ شعر طويل قصير؟ شعر طويل مش قصير. بس مفيش اي مواصفات شكليه لا يعني خالص؟ مفيش يعني حتى الناس اللي انا صاحبتهم قبل كده يعني مش نفس الشكل، شكلهم مختلف. يعني انت من الاخر اللي بيشدك في الشخص اللي قدامك شخصيته قبل اي حاجه؟ ما دي حاجه غريبه. يعني الاثنين بصراحه، يعني الاثنين. يوسف، انت مواليد 1 مارس يعني برج الحوت. هقول لك بقى دلوقتي مميزات وعيوب البرج ده وانت هتقول لي صح بنسبه كام في المية. نبتدي بالمميزات. شخصيه عاطفيه جدا وقلبه رقيق، بتكون صداقات بسرعه جدا، بيحب المغامره اللي مش متهوره، وبيحب الاماكن الهاديه. نيجي بقى حاجه شخصيه عاطفيه جدا وقلبه رقيق، ده بجد لو انت الشخص اللي هو بيتحكم قلبه اكتر من عقله؟ ده حقيقي بنسبه مثلا 80%. في كل المواقف اللي هو لا في مواقف طبعا بستخدم عقلي اكتر يعني، بس لا شخص عاطفي يعني بحب احس باللي قدامي وكده. يعني بتتعامل عامه مع الناس بالعاطفه اكتر من بالظبط، العقل. ما بكونش عايز اجرح الشخص اللي قدامي، فلو في حاجه معينه حاسس انها ممكن تجرحه مش هقولها. بتكون صداقات بسرعه جدا، يعني انت ممكن بجد لو قابلت حد النهارده مثلا اول مره تشوفه تبقوا اصحاب وتبقوا اصحاب بالسرعه دي. ده حقيقي بجد. بنسبه 90%. بيحب بقى المغامره اللي مش متهوره، يعني اللي هو مغامره بس اللي هو برده ايه، لازم في حته كده سيف سايد. ده حقيقي. يعني مثلا رولر كوسترز وكده في الاول ببقى اللي هو مقلق، بس وانس ان انا خلاص يعني بدات اول واحده هكمل عادي اليوم. بس الحاجات بقى المجنونه الزياده اللي هو سكاي دايفنج مثلا، الحاجات دي لا خالص. بانجي جامبنج بالنسبه لي الحاجات دي ما ينفعش خالص، هقلق يعني. بتحب المغامرات يعني، بس الحاجات المغامرات اللي هي الهاديه شويه. مش طياره وحاجات كده. اوكي. وبتحب الاماكن الهاديه، تحب اكتر ان انت تبقى في مكان هادي ولا مكان بقى اللي هو اغاني وميوزك وكده؟ يعني على حسب المود، يعني ساعات بحس ان انا قادر على مكان فيه ميوزك وكده، وساعات بحس ان هو لا النهارده عايز اقعد في البيت اشرب حاجه سخنه اقعد مع اهلي تمام يعني. فهي حالات يعني انت مميزات برج الحوت كلها معاك الحمد لله. نيجي بقى للعيوب. ثقته عاليه بنفسه وبتوصل للغرور، مسرف جدا ومش بيعرف يحوش، بيخطط ويرسم ووقت التنفيذ فاكس كل ده، مش بيقبل النقد ابدا، وشورتك من دماغك. بص انا ما مقتنعش بالابراج بصراحه. جينا في العيوب بقى. يعني لا مش حاسس ان الحاجات دي شبهي قوي بصراحه. طب انت مش شخص مسرف يعني اللي هو؟ لا عادي يعني. عارف يعني بتصرف ايه في ايه ومظبط نفسك. عكس اختي يعني. يعني انت ايه، مظبط نفسك ومأمن نفسك من الاخر. بالظبط كده، ببص للمستقبل وبعيش برضو يعني، بس ببص للمستقبل. طب وعمرك ما خططت لحاجه ووقت التنفيذ بقى حسيت انه لا فاكس انا مش عايزه؟ يعني مثلا اللي هو حتى خروجه، اللي هو كنت عايز مثلا تخرج خروجه بس يعني ونفذت وعملت كل حاجه وجيت بقى وقت بقى الخروجه لا انا مش قادره اروح. ممكن يعني ده في الخروج بس عامه لا، لما بكون مخطط لحاجه معينه وبشتغل لها وكده ببقى عارف ان انا هعمل الحاجه دي، فبحضر لها كويس قوي، فببقى متاكد ان دي حاجه انا هعملها. بس في الخروج لا. ماشي، يعني خلينا كده نقول ان انت يعني مواصفات برج الحوت بقى بالمميزات بالعيوب يعني بتتناسب معاك بنسبه كبيره. ممكن 70% مثلا. حلو. انت شايفه غير كده؟ لا انا حاسه تمام. نيجي بقى للمدرسه. انت خريج مدرسه ليسيه كونكورديا. اولا بس عايزه اعرف المدرسه دي فين؟ تجمع. ما سمعتش عنها قبل كده، فانا حاسه ان انا عايزه اعرف بجد هي فين. ماشي، يعني شكلك كده علاقتك بقى بالفرنش قويه. يعني بحب اللغه يعني. بما ان بقى انت شاطر قوي كده في اللغه قوي كده. عايزاك بقى ترد عليا في السؤالين الجايين بالفرنش من غير ولا كلمه عربي. خلينا نحاول. بس انا برضو بقالي 4 سنين ما بتكلمش فرنش يعني من ساعه ما اتخرجت، بس تمام. بس يعني هنحاول. يعني احنا عامه هنا يعني مفيش حد هيفهمك، فانت تمام يعني. تمام.
خلصت دراسه بالفرنش ودخلت جامعه امريكيه قسم تسويق ورياده اعمال ولسه متخرج، ناوي بقى تعمل حاجه بالدراسه ولا خلاص هتمثيل وبس كده؟ Non, je veux devenir un acteur, mais le problème c'est que c'est pas trop stable, donc je crois que je vais travailler un peu dans le marketing. ايه رايكم؟ اخيرا. السؤال اللي بعده برضو بالفرنش. يلا. بمناسبه التسويق بقى، عايزه اعمل لك اختبار كده صغير، عايزاك تسوق يوسف وهبي لبنوته كده عجباه وعايز يتكلم معاها. Youssef est un jeune homme, il est romantique, il aime les aventures et tu vas t'amuser avec lui. انا عايزه الترجمه الصراحه. يوسف شاب لذيذ رومانسي وهتتبسطي معاه. يا سقفه. انا اشتريت. ماشي خلاص نرجع بقى عربي عادي الحمد لله. والنبي. نيجي بقى لعيله استاذ يوسف. انت ليك اخت واحده اسمها اميره، هي فيها شبه منك كبير قوي، متفاهمين بقى ولا بينكم خناقات والحاجات دي؟ لا متفاهمين يعني ممكن واحنا صغيرين كنا بنتخانق شغل بقى ان حد يخبي الريموت واروح اقف قدام الديكودر وبتاع. بس غير كده لا يعني خلاص يعني بطلنا نتخانق من سنين يعني. طب ايه اخر خناقه فاكرها قديمه؟ لما حد بيخش عليا وانا نايم وانا ببقى عامل حسابي بقى ان انا مخلص يوم تعب وهنام براحتي وبعدين حد يجي يصحيني، لا يعني دي بالنسبه لي اكتر حاجه بتضايقني، يعني ممكن اكون بزعق جامد قوي وبعدين اصحى تاني يوم مش فاكر ان انا زعقت، دي مشكله كبيره يعني. طب يعني اللي هو بتتخانقوا اللي هو خناقه بجد كبيره واللي هو تقعدوا مثلا كام يوم لا في ساعتها لا في ساعتها وانا نايم انا بقول لك انا بصحى مش فاكر اصلا ان انا عملت كده، بس في ساعتها بتعصب طبعا. مامتك تبان اكبر منك ب 10 سنين مثلا، بس عايزه اعرف بقى انتوا اللي هو ناس كتير بتتلخبط بتحس انها اختك مش مامتك. يعني في ناس بتفتكر ان هي اختي الكبيره يعني، وهي برضو بتحب تغني تعمل ادفنتشرز، فهي برضو بحسها صغيره بحسها قدي. مامتك كمان صوتها حلو جدا وبتعمل حفلات غنائيه كتير. عارفوا الكلام ده منين؟ يوسف بقى بتعرف تغني زيها ولا لا؟ لا يعني انا صوتي مش وحش بس هو مش حلو، يعني انا غنيت في جراديويشن بس انا صوتي عادي يعني صوتي مش حلو قوي زي بصوت مامتي يعني. طيب ايه حاجات خدتها من مامتك غير الغنى؟ الرياضه، يعني مامتي كانت بطله زمان في الالعاب القوه فانا بحب الرياضه جدا، خدت نص الصوت او ربع الصوت. مامتي شخصيه اجتماعيه برضو فدي خدتها من مامتي. طب انت ايه الرياضه اللي انت شاطر فيها بقى؟ كوره، انا كنت عايز اطلع لعيب كوره وانا صغير بس يعني. طب ليه الحلم مات ليه؟ يعني انا كنت باك فرنش، مع الباك الدنيا بتبقى صعبه ان انا اعمل حاجه جنب المدرسه، وبعدين جالي اصابه، جالي ديسك في ظهري، فالموضوع كان صعب بقى ان انا اكمل يعني. دي جت من الكوره يعني ولا؟ في وقت الكوره، بس يعني لما كبرت شويه اللي هو على 19 سنه فقلت خلاص بقى يعني اشوف حاجه تانية. طب وشفت حاجه تانية ولا؟ وشفت حاجه تانية ايه بقى؟ التمثيل. بس ده مش رياضه بقى. ايوه صح. بلعب بادل، بحب العب بادل قوي وبروح الجيم. انت اشتغلت موديل في فتره، ناوي بقى تكمل في الموديلنج ولا التمثيل خلاص هخليك هتوقف الموضوع ده تماما؟ انا بتبسط في الموديلنج مش بيضايقني، بس انا عايز الفتره دي اركز في التمثيل بس، يعني حتى الاول كنت بعمل اعلانات فدلوقتي لا انا عايز يبقى بس قدامي التمثيل مش حاجه تانية. نرجع بقى ليوسف الممثل، موضوع التمثيل بدأ معاك ازاي من الاول خالص لحد ما وصلت انك تاخد دورك في مسلسل ليه لا الجزء الثالث؟ الموضوع بدأ في الكورونا، بدأت الاول اعمل كونتنت، اصور كونتنت وانزله على انستجرام وعلى تيك توك برضو، عجبني موضوع ان انا انزل كونتنت على السوشيال ميديا، وبعدين اختي بتصور حلو قوي فهي كنا في وقت الكورونا كله زهقان محدش لاقي حاجه يعملها فصورتني وكده، بدأت انزل صور على انستجرام، بدأت بالموديلنج، وبعدين موضوع التمثيل كان على طول في دماغي بس يعني عمري ما خدت خطوه، دخلت في الاعلانات بقى وبعد اعلان والتاني والتالت عجبني الموضوع ان انا اكون في لوكيشن وتصوير وكده، فمره كنت قاعد في مخرجه استاذه رنا العريان قاعده بنتكلم معايا في البريك فبتقول لي انت ما فكرتش تمثل قبل كده؟ فقلت لها يعني عادي ما جاتليش الفرصه، قالت لي لا بس هتبقى كويس لو اشتغلت على الموضوع وكده، بس فخدت دي كبدايه ان انا ابدا اخد ورش تمثيل، وبس بعد ما خدت ورش التمثيل قعدت بقى ادور بقى مين كاستنج دايركتورز معروفين واروح كاستنج ايجنسيز واروح اوديشنز، اي حاجه الاقيها على السوشيال ميديا او كده ببعت ايميلات وكده على طول، لحد ما كاستنج دايركتور مودي شاهين كان بعت لي عشان دور ليلى، وهو اداني فرص قبل كده كتير يعني كنت على طول بروح اعمل معاه اوديشنز وكده، وبس لحد الاوديشن بتاعت ليلى. انت اصلا يعني فضلت تسعى ورا الموضوع لحد ما عملته. المخرجه كانت اول حد يقول لك انت ليه مش بتمثل؟ انا حاسه ان انت قلت ان الكلمه اتقالت لك كتير. اتقالت لي في المدرسه برضه، يعني المدرسين بيقولوا انت لازم تطلع ممثل، انت عشان انا في المدرسه كنت الشخص الشقي بس مش بتقفش، عارفه انت الناس دي اللي هو بعمل مشاكل بس مش قوي، فكانوا بيحبوني ان انا على طول بهزر وبلعب وكده، فكانوا اللي هو بيسالوني بقى انت ليه ما فكرتش تبقى ممثل او تمثل عامه؟ طب ما حدش فيهم رجع بقى دلوقتي؟ يعني مدير المدرسه كلمني امبارح بجد؟ قال لك ايه؟ قال لي I'm proud of you
والدور بتاع صوت وصوره حلو قوي، في امبروفمنت عن ليه لا، وانا بجد فخور بيك، فالموضوع ده بسطني قوي بصراحه. طب بجد جميل والله. ايوه. يوم 14 اكتوبر كنت قاعد زهقان مستني مسلسل صوت وصوره يتعرض، فضلت تفرك لحد ما قررت تاخد كلبك تويكسي وتنزل تعمل. انتوا عرفتوا حاجه زي دي ازاي؟ انا عايز اعرف. انا عندي مصادري. ماشي. في كلاب اتلموا عليك ومسكوا في ايدك بهدلوك، احكي لنا بقى ايه اللي حصل بالظبط اليوم ده. هو كان المسلسل هينزل على واتشت الساعه 7، فانا الساعه 6 قلت انا زهقان مش لاقي حاجه اعملها، فانا هنزل امشي الكلب، فنزلت مشيته، وبعديها راح كان في كلب مفكوك وهجم على كلب، وانا كلبي كبير في السن شويه، فما كانش عارف يدافع عن نفسه، وجولدن ريتريفر وطيب وكده، فالتاني بقى نط فوقيه وعمال بقى يعض في وشه، وانا مش عارف اعمل ايه، فرحت ماسكه وبرجعه بايدي لورا، فمسك في ايدي انا بقى وقعد يعضعض فيها، بس جريت بقى على المستشفى وايدي عماله تنزل دم وكانت هتتخيط، كانت قصه يعني، واتفرجت على المسلسل برضه. بس بعد الموضوع ده ب6 ساعات مثلا، كنت عايز اتفرج اول ما تنزل. أيوة. اتفرجت الساعه 12 بالليل مثلا، بس انت عارف وطبعا ما اتفرج بقى ايدي عامله كده ومش قادر، وكانت حالتي حاله يعني. ايوه انا فعلا قريت قبل كده انه ما ينفعش كلاب وهم بيتخانقوا ما ينفعش تتدخل في الخناقه عشان هم مش بيبقوا مدركين. ما انا الدكتور قال لي كده، قال لي كان ممكن ياخد صباعه ويمشي عادي، قلت أيوة. له لا الحمد لله ما حصلش. كان ممكن يوصل للاعصاب بس الحمد لله ما وصلش يعني، عشان هي العضه كانت في نص ايدي. الحمد لله عدت على خير. الحمد لله. الحمد لله. في حاجه بجد هتجنني، قولي. الثلاجه السيلفر اللي في المطبخ عندكم مليانه ستيكي نوتس وحاجات كده، انا عايزه اعرف ايه المكتوب فيها. لا هو مش ستيكي نوتس، هم اللي هم بيتلزقوا على الثلاجه دول. انا مامتي بتحب السفر قوي واختي برضو، فهم لما بيسافروا بيرجعوا بيجيبوا كمامري يعني من البلد اللي هم راحوها، حاجه بتتلزق على الثلاجه، ففي بقى من بلاد مختلفه. اوكي. بس يعني مفيش يعني حاجات اللي هو مكتوبه او كده؟ لا لا لا، هم بس حاجات كميموريز وسوفينيرز من بلاد بره يعني. احنا كده خلصنا اول فقره، ندخل بقى على تاني فقره وهي كومنت. في الفقرة دي هقول لك كده شوية حاجات تخص السوشيال ميديا بتاعتك وعايزاك تديني كومنت عليه. أول حاجة، يوم 4 يونيو 2008 عملت الأكاونت بتاع فيسبوك بتاعك، كان عندك حوالي 8 سنين تقريبا ساعتها، كنت تعمل إيه على الفيسبوك؟ يعني ليه بدري كده؟ أنا من وأنا صغير بحب السوشيال ميديا، وناس صحابي في المدرسة كان بدأ يبقى عندهم فيسبوك أكاونتس، فاللي هو ليه لأ، فخليت مامتي تعمل لي يعني، قلت لها أنا عايز لحد ما قعدنا مرة مع بعض وقعدت بقى تعمل الأكاونت، وأنا بقى منبهر بقى إيه اللي بيحصل ومش فاهم. إيميل وبتاع. أيوه. طب فاكر الإيميل كان إيه؟ اللي هي مامتك عملته لك؟ الايميل yusufwahabi3@yahoo.fr كده يعني ايميل عادي ما كانش فيه لعب بتاع، لا كان عادي. اوكي. اشمعنى يوسف وهبي 3؟ اشمعنى رقم 3 لان ده انا بحسه يعني ده اكتر رقم بحبه، وبحسه اللاكي نمبر بتاعي، يعني كل حد بيبقى عنده لاكي نمبر كده، انا بالنسبه لي هو 3. هو اساسا شهر يعني عيد ميلادك كمان، وشهر عيد ميلادي بالظبط. يعني انت صغير كنت بتحب اكتر التكنولوجي عامه، تلعب مثلا على الكمبيوتر اكتر من انت كنت تلعب بلعب في لعبه اسمها كروس فاير، كنت بحبها قوي. كول اوف ديوتي طبعا على البلاي ستيشن، كروس فاير دي كانت على الكمبيوتر او اللابتوب يعني. ايوه اللعب بتاعت الكمبيوتر القديمه. ايوه بقى وكده بالماوس أيوة. وبتاع، دي كانت ايام حلوه قوي بصراحه، كنت بقعد بالاربع 5 ساعات بلعب اللعبه دي لحد ما اتهزق يعني. ايوه كنت تحب ده اكتر من ان انت مثلا تلعب بعربيات او الحاجات اللي هي اللعب اللي هو عادي. أيوة. وكنت احب الرياضه قوي برضو، فكان اللي هو الاثنين يعني، تكنولوجيا في نفس الوقت، بنزل العب كوره، كنت بعشق الكوره بصراحه. انت لسه مش بتلعب مثلا كوره اللي هو على بسيط؟ لا بلعب طبعا، بس مش زي الاول يعني. الاول كنت على طول بلعب في المدرسه كل يوم، كنت اتمرن 4 ايام في الاسبوع او 5 ايام، فدلوقتي اللي هو لا يعني لما بقى بنظبط لعب، اللي هو يلا يا جماعه نظبط لعب، وبعدين بقى كله يفكس وانا مش فاضي فاللي هو بتبقى مره كل كام شهر يعني. ايوه في المناسبات كده يعني. بالظبط. ماشي. اول بوست عندك على الانستجرام في 2017، انت بقى لما اتشهرت مسحت الصور القديمه ولا الصور دي راحت فين؟ مسحت شويه حاجات، حطيتهم اركايف يعني، كانت في صور بيرسونال اكتر، مش عارف انا سايب صوري مع عيلتي ولا لا، بس شلت حاجات. شلت حاجات كتير. شلت حاجات كتير، عملت لهم اركايف مش ديليت يعني، عشان يفضلوا في الذكرى يعني. بس انت شلتهم يعني علشان اللي هو حسيت انها حاجات بيرسونال، فخلاص ما تبقاش على بابليك اكونت. بالظبط. يوم 1 يونيو 2013 نزلت بوست على فيسبوك انك جبت بات. انا عايزه اعرف بقى ايه نوع البات وايه اكتر موقف فاكره ليه لحد دلوقتي، وهو ده اصلا تويكسي ولا هو؟ لا هو تويكسي. كان موقف بيضحك، اول ما جبناه احنا ما كناش لسه عارفين هنحطه فين، عشان المفروض كنا هنحطه في الجنينه، وبعدين كنا خايفين عليه من القطط لان هو كان شهر ونص ولا شهرين، فكان حاجه قد كده، فقلنا هندخله في البيت ونحطه في الدور اللي فوق خالص، ونقفل بلاش نقفل الباب عشان ما يتخنقش او كده، فهنحط اللي هو كراتين وكده عشان ما ينزلش. هو شهر ونص اصلا في الدور الثالث فمش هينزل يعني. بابايا لسه طالع من اوضته، بابايا في الدور الثاني طالع من اوضته حافي، راح دايس على البيبي بتاع الكلب.
فطبعا طلعت بصيت ما لقيناش الكلب موجود فوق، لقينا بقى نزل تحت، ما نعرفش بقى هو نزل تحت ازاي لان هو كان شهر ونص ولا بيعرف ينزل سلالم او حاجه، فكان بالنسبه لنا موقف بيضحك يعني. هو بجد ولقيناه قاعد تحت باصص لنا كده اللي هو في ايه، ما عملش اي عادي يعني براحتي يعني. ايه ده، بس بجد غريبه لحد دلوقتي ما عرفتوش هو ازاي اصلا عدى الحواجز دي ازاي. ما اعرفش. ولا وحاجه كمان لذيذه، كنا بنشغل له الراديو عشان ما يحسش ان هو لوحده. بجد كنا بنسيب له الراديو بالليل كده. تسليه يعني. يقعد لوحده عشان ما يزهقش. طب والله ده انترتينمنت اهو لذيذ يعني. يوم 16 ابريل 2014 تاني نزل ستيتس على فيسبوك بتشجع فيها ريال مدريد. عايزه اعرف بقى هل الميول دي اتغيرت بعد ما رونالدو مشي ولا انت لسه متمسك بيها؟ اتغيرت عشان حاجتين، اولا عشان رونالدو مشي، وثانيا لان انا بطلت اتفرج على كوره. يعني انا كنت مركز قوي الفتره دي في 2014 2015، كنت بتفرج على ماتشات كتير بقى ومشترك بقى في بي ان سبورتس ومش بفوت ماتش ريال مدريد. مع الوقت بقى خلاص يعني ما بقاش عندي وقت قوي اتفرج على ماتشات، لقيت كل فين وفين الماتشات المهمه بس بتاع. ورونالدو طبعا يعني انا كنت بقى انا بعشق رونالدو، هو بالنسبه لي احسن لعيب في العالم يعني، فالاثنين. يوم 2 اغسطس 2023 طنط امل فؤاد كتبت كومنت على صورتك مع مامتك وقالت هي بس ازاي ياسمين ما وقعتش في حبه من اول نظره، ده قمر ما شاء الله تمثيله طبيعي. بتتعامل بقى ازاي مع الكومنتس اللي زي دي؟ وجالك كام عروسه قبل كده بسبب الحوارات دي؟ كتير بس كلهم دي ام يعني. لا يعني لما بلاقي كلام ليه علاقه اكتر بالتمثيل دي اكتر حاجه بتبسطني يعني. طبيعي الكلام العادي بيبسطني، بس لما تبقى حاجه ليها علاقه بالتمثيل اللي هو تمثيلك حلو، وبحب ان هو يكون محدد، اللي هو تمثيلك في المشهد ده مش تمثيلك حلو عامه، لا في المشهد ده عجبني عشان كذا كذا كذا. الحاجات دي بتبسطني قوي بصراحه. طب انا عايزه اشوف الدي ام بصراحه يعني. انا كنت مستني الموضوع ده. هي حاجات ليها علاقه اكتر بالمسلسل بصوت وصوره. قول الصراحه انت اللي قتلت بابا، ده بدايه كده. في واحده كتبت من يومين هديكوا بالشبشب انت واخوك لو حد قرب لرضوى. انت اديت للمحامي وصاحبك علقه ما خدهاش حرامي غسيل وربنا. كميه الناس بقى اللي بتقعد تسالني اللي هو قول لي والنبي مين اللي قتل مين اللي قتل. في واحد قال انا في امريكا اصلا وما اعرفش حد في مصر والنبي قول لي وبتاع. قال لي وحياه ابوك قول لي. والله ما اقول لحد. لا انا ما قلتش لحد يعني. من كام يوم رحت اطلع فيش وتشبيه، فرحت القسم، فقاعد مع الضابط مستنيين الورقه تطلع، فبيقول لي تشرب حاجه؟ فقلت له لا ممكن ميه بس. فقال لي هجيب لك ميه، مع انك مستفزني قوي يعني قوي يعني. انا بقول له ليه حضرتك ما بيردش عليا؟ فانا مش فاهم ما بتردش عليا والله ما عملت حاجه. مش راضي يرد. فانا طب ضايقت حضرتك في ايه؟ بس فضل ساكت كده وبعدين قال لي يس المسلسل حلو وانا عاجبني. فاللي هو الحمد لله انه بيتكلم عن مسلسل. الحمد لله. لان انا لحد دلوقتي لسه يعني حد بيتكلم معايا او بيقول لي كومنت او كده بقى متخيل ان هو بيكلمني انا يوسف، لسه مش في حته ان هو ده بيتكلم على الشخصيه. بس كان في جاب كبير على فيسبوك عندك من 2015 ل 2019، كنتش بتنزل ساعتها اي حاجه، فانت يعني كنت مختفي فين الفتره دي ولا كان في حاجات اتمسحت ولا ايه؟ ما كنتش بستخدم فيسبوك قوي لحد لما كورونا جت، بدات بقى ارجع استخدمه تاني وبدات انزل تاني. فممكن يعني كورونا هي اللي سبب ان هي رجعتني الفيسبوك اكتر، لان انا بحب انستجرام قوي. بس واحده واحده بقى بدات اللي هو واحد زهقان بقى يعني هاوس بارتي مش عارف ايه، كل الابلكيشنز اللي ظهرت في وقت الكورونا دي بقيت استخدمها يعني. اوكي بقى انت اصلا يعني لحقت جيل الفيسبوك شويه يعني. الجيل دلوقتي دول ما فيش ما فيش فيسبوك وما فيش واتساب. انا الموضوع ده غريب جدا، اللي هو قريبتي الصغيره بيبعتوا لبعض على سناب شات، فاللي هو سناب شات ايه يا جماعه يعني؟ لو عايز ابعت مسج مهم اللي هو انا وصلت انا تحت مش عارف ايه هنعمل ايه بكره، ليه نبعت على سناب شات؟ واتساب حلو تمام. حتى بتقعد تقول لي واتساب ده انت ايه ده؟ وهي مش اصغر مني بكتير، هي اصغر مني ب5 سنين يعني. اللي هو 16 سنه، فاللي هو تمام يعني. بجد مش طفله يعني ليه سناب شات. بجد حقيقي فعلا دلوقتي بقى كله، حتى لو ممكن اي مسج وكده. اللي هو انت جيل قديم قوي ايه واتساب؟ اللي هو 22 سنه يعني. بالظبط. فالفيسبوك بقى بالنسبه لهم ده حاجه اللي هو حاجه من العصر الحجري طبعا. صح. يوم 14 مايو 2020 نزلت صوره ليك وواحده صاحبتك كتبت لك كومنت قالت لك انها شايفه انك شبه دايلين اوبراين. ده الكومنت ده جه كتير قوي. قولي بقى يعني انت شايف اصلا ان انت شبهه فعلا؟ يعني انا شايف ان انا شبهه، مع ان مش على طول لما حد بيقول لي انت شبه شخص معين مش بصدق او مش ببقى شايفها. بس ده بالذات يعني مره واحده صاحبتي وعدت لي صوره من ديلان اوبراين وهو صغير، فكان شعره طويل وانا صغير كان شعري طويل، فاللحظه افتكرت ان هو ايه ده هو ده، وبعدين لا. ففي صوره وهو صغير هو شبه، ممكن ابقى اوريها لكم يعني.
أصلاً. لو لقيت. في حد تاني غير ده الناس دايما بتقولك انت شبهه؟ اتقال لي من كام يوم احمد رمزي، بتتقال لي كتير قوي ما اعرفش، بس دي جديده. ايه ده عامه والله لما قلت اتقالت لي دلوقتي كتير قوي يعني. ايوه بجد لما أيوة. قلت انت دلوقتي جمعت دي انا أيوة. مش شايفها بس يعني. لا شبهه بجد. واتقال لي علي قاسم اتقالت لي كتير قوي برضه. مش حاسه ممكن علي قاسم اللي هو نفس الفايب كده بس ممكن. مش احمد رمزي عامه. يوم 14 اغسطس 2021 كنت منزل صوره في البانيا مع دبدوب كبير قوي. هنا بقى هسالك سؤال وجاوب بمنتهى الصراحه، امتى اخر مره جبت دبدوب او هديه لبنت انت معجب بيها؟ لبنت انا كنت معجب بيها ولا بنت انا معاها؟ يعني أنا مش الشخص اللي بيجيب حاجه لبنت انا معجب بيها، مش باخد الستاب دي على طول يعني. اخر حاجه جبتها في 2020 مثلا، ده اخر هديه جبتها يعني. كنت جايب ايه؟ كنت جايب سلسله من بندورا. دلوقتي بقى ندخل على الفقره الثالثه اللي هي حازم فيرسز يوسف. دلوقتي هقول لك على حاجات تخص شخصيه حازم اللي بتقدمها في مسلسل صوت وصوره، ونشوف بقى انت كيوسف هتعمل ايه في الحاجات اللي هو مر بيها. بس انا عايزه اجابات سريعه وبسيطه من غير تفكير، عشان عايزه اعرف انت شبهه بجد ولا لا. حازم ما كانش عارف يتخطى او يتعامل مع فكره فراق باباه عشان كان متعلق بيه قوي. يوسف بقى بيتعامل ازاي مع فكره الفراق في حياته؟ بص انا بحس ان كل حاجه بتبقى تعود يعني، ففي الاول موضوع الفراق ده بيبقى صعب، بس مع الوقت كده الواحد بيتعود يعني. لا انا برضو نفس الحاجه في الحته دي، الفراق بالنسبه لي بيبقى صعب شويه. انت حاسس انه مع الوقت عامه اي حاجه مع الوقت اي حاجه هي تعود. انا بالنسبه لي كل حاجه في الحياه تعود يعني. في المسلسل حازم كان بيتخانق مع مامته عشان ما كانتش مهتمه بيه. يوسف بقى ممكن يطلب الاهتمام من حد بيحبه ولا الاهتمام ما بيطلبش؟ الاهتمام ما بيطلبش، دي معروفه. هي معروفه فعلا، دلوقتي بقى بيطلب عادي بس يعني بس لا مش بطلب يعني، مش بطلب خالص. حازم اتخانق في الجامعه وكان هيتحول لمجلس التأديب. يوسف بقى عمره اترفض قبل كده او جاله استدعاء ولي امر؟ لا لان انا ما بتقفش. يعني انا بعمل مشاكل بس في المدرسه، بس مش قوي يعني، شقي بس ما بتقفش، فما عمره ما حصل استدعاء ولي امر. عمره ما وصلت لكده. قفشت قبل كده مره، كنت في واحده صاحبتي قاعده جنبي، فانا بقى زهقان في الحصه، فهي قاعده جنبي، فمسكت قلم ازرق ورحت عامل خط على دراعها كله كده، فهي راحت بصه لي، المدرس بص الناحيه الثانيه راحت عامله لي خط على دراعي، رحت ماسك 3 اقلام بهزار يعني طبعا، ماسك 3 اقلام ازرق واحمر واخضر ورحت عامله على قورتها بهزار. اول ما انا رحت عامل كده راح المدرس لافف بص لها كده، بص لي، هو عارف ان انا، قال لي اطلع بره بكل هدايا، قلت له قال لي اطلع بره، رحت انا طالع، وكانت يعني مش حاجه بتحصل كتير ان انا بطرد، فكان كل اصحابي بقى متفاجئين ايه ده انت اتقفشت، انت اول مره تتقفش. مش فاكر طيب حاجه اللي هو مثلا اتقفشت فيها، مثلا كنت بتغش في الامتحانات الحاجات دي، وانت اصلا كنت اللي هو شاطر عامه ما كنتش لا انا شاطر بس كنت برضه ساعات بغش اكيد يعني. اتقفشت مره بالتليفون. لا بالتليفون ده انت جريء يعني جدا. ماسك التليفون، كنت بلبس سويتشيرت واسعه وفيها جيب، فبحط التليفون في الجيب بفتحه كده وببص بس. وبعدين بقى المدرسه بصت لي بكل هداوه، قالت لي تعالى هات التليفون اطلع بره 0. بس كده. بس عدت على خير. عدت على خير يعني لان هي عارفه ان انا في العادي بذاكر، فاللي هو تمام يعني هتعوض في اللي جاي ان شاء الله. حازم لما حد ضايقه اول حاجه عملها ان هو ضربه. يوسف بقى الشخص لو في خناقه في الشارع هيتفاهم الاول ولا هيخش يضرب على طول؟ لا هتفاهم الاول طبعا. بجد؟ لا يعني بفكر بعقلي مش بدراعي. يعني هحاول الاول اتكلم واتفاهم، لو حصل بقى ان الموضوع وصل اكتر من كده تمام، بس اول اختيار هيبقى طبعا اتكلم معاه يعني. حتى لو الشخص قدامك مستفز بجد، لو انت نازل اصلا انا بارد ساعات، فاللي هو تمام استفزني براحتك مش هستفز عادي. حازم كانت الناس كلها شاكه فيه ان هو اللي قتل باباه. يوسف بقى بيتبعت لي تهديدات على الدي امز. انت بقى لما بيكون في اي مصيبه حاصله الناس كلها بتشك ان انت اللي عاملها، ولا بتكون غلبان الطيب؟ لا غلبان الطيب بجد؟ مش بيشكوا فيا لا، الا مدرسين عشان بيكونوا عارفين ان انا اللي هو ممكن اعمل حاجه من تحت لتحت، بس غير كده لا انا هادي يعني مش بتاع مشاكل. صاحبه حازم راحت بلغت عنه وقالت هو كان فين يوم الحادثه. احكي لي بقى هتتصرف ازاي لما تعرف ان في حد من صحابك فتن عليك في حاجه او طلع حاجه تخصك بره؟ لو انا اتكلمت معاه قبل كده وقلت له ان هقول لك على حاجه بس ما تطلعهاش بره، هو طلعها، في الحاله دي طبعا هتضايق جدا، بس برضه هفهم ان بعد كده ان انا هتعامل مع الشخص ده ازاي. انا بتعامل مع كل شخص والتاني بطريقه مختلفه، فانا لو عارف ان حد بقه كبير مش هقول له. فلما يحصل موقف زي ده هعرف ان خلاص الشخص ده مش هينفع اقول له حاجه لو انا مش عايزه تطلع بره. انا عجبني قوي مصطلح بقه كبير ده، يعني لايق قوي الموضوع.
انت عملت دور عمر في مسلسل ليه لأ، وحازم في صوت وصورة، والشخصيتين دول كانوا عكس بعض تماما. انا عايز اعرف بقى انت انهي واحد فيهم او شبه مين اكتر؟ لا انا طبعا شبه عمر، يعني شبه عمر في ليه لا. يعني حازم انا ولا عصبي ولا بتاع مشاكل، بستخدم عقلي مش بستخدم دراعي. ممكن الحاجه الوحيده، يعني حازم مش شبهي خالص، الحاجه الوحيده اللي ممكن ابقى شبهه فيها ان هو بيحب الرياضه، فدي انا اتفق معاه فيها، انا بحب الرياضه. بس يعني عمر شخص رومانسي اجتماعي في الجامعه، بيتكلم لذيذ كده، يعني ده شبهي اكتر. يوسف احنا خلصنا، وبجد مبسوطين قوي ان احنا اتعرفنا عليك النهارده. انا كمان اتبسطت قوي. وعايزين ان شاء الله نشوفك تاني في حاجات تكون مكسر الدنيا اكتر ان شاء الله. باي باي باي. باي.